السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. فيديو كده سريع إن شاء الله. هنتكلم فيه عن العقاب. بما ان احنا داخلين على عيد وبعد العيد في امتحانات، فهنلاقي ان في شد وجذب كتير وفي محاولات في ان احنا نظبط الامور ما بيننا وما بين اولادنا، لكن بيبقى فيها عقاب. هو انا لازم هعاقب. العقاب بقى في تهاون في الجدول بتاع المذاكرة، العقاب في ردود أفعال مش لطيفة، العقاب في تجمع مع العيلة فكان رد الفعل مش لطيف، العقاب على تعلية صوت، العقاب على عصبية في وقت كل البيت تنظيف عيد وفطار وبنجهز واللي عنده مذاكرة وحاجات كتير كده كلها متلخبطة مع بعض. فمحتاجين ان احنا نرتب دماغنا شوية او نحاول ان احنا ندي نفسنا فرصة نفكر عشان نقدر ان احنا نتعامل مع اولادنا بشكل مناسب اكتر. واللي شجعني اكتر ان انا اعمل الفيديو او ان احاول اوصل النقط اللي انا محتاجة ان اقولها هو الخبر اللي سمعته امبارح في اعتقد في الجزائر، هو مش في مصر، بان ام دخلت على بنتها لقيتها فاتحه لايف وبترقص على ترقص في التيك توك. فالام قررت ان هي تطلع لايف من اكونت البنت وتحلق لها شعرها. هل العقاب ده مناسب ولا مش مناسب؟ فنقدر نقرره بقى. طبعا الناس اصلا منقسمه ما بين ان في ايوه وتستحق امها وبتربيها ولا لا، وفي ما بين ان حرام وقسوه ومش عارفه ايه وبتاع. طيب احنا هنقرر على اي اساس هو هل العقاب ده مناسب ولا مش مناسب؟ على اساس هو انا عايزه اوصل لايه. يعني اي عقاب احنا بنحطه على اولادنا او اي عقاب بنفرضه على اولادنا بيكون الهدف منه ان انا عايز اوصله لسلوك. يعني هو تصرف سلوك خاطئ فانا عايز اصلح من السلوك ده عشان اوصله لحاجه معينه. رد عليا بشكل مش مناسب، على صوته، شوح بايده، قال كلام غير لائق، فانا السلوك ده مش موافقه عليه وعايزه ان احسن السلوك، فبحط عقاب او بفرض عقاب عشان اصلح السلوك ده. تمام. فمن اهم النقط قبل ما ابدا اعاقب ابني ان افكر هو انا عايز ايه من العقاب. لان في اوقات كتير قوي السلوك ممكن يتصلح بكلام، السلوك ممكن يتصلح بطبطبه، السلوك ممكن يتصلح بان افهم هو ليه عمل التصرف ده. ما هو ممكن مش الاحداث اللي موجوده، هو ممكن يبقى فيه في حياته حاجه ضغطاه، حاجه مضايقاه بتخليه ان هو يتصرف السلوك المزعج ده او خلاه ان هو على صوته. فبنوقف في وقت ده ان لا، انا مش موافق انك تعلي صوتك، وبعد كده نبدا ان احنا نتكلم هو ايه اللي حصل، في ايه اللي مضايقك، كل النقط. خلونا في اطار بتاع العقاب حاليا وازاي ان انا اقدر اعاقب اولادي او ايه النقط اللي المفروض اخد بالي وانا بعاقب. اول نقطه زي ما اتفقنا كده هو انا بعاقب ليه اصلا، انا عايز اوصل لايه. فده هيساعدك على ان انت تعرفي تختاري حدود في العقاب. طيب اختار بقى حاجه مناسبه اكتر ازاي؟ في ان انا مثلا احنا ايه الوقت اللي احنا بنمر بيه؟ يعني احنا داخلين على عيد ان شاء الله، العيد يوم السبت او الجمعه على حسب الرؤيه يعني، بس هو في الاغلب هيبقى يوم السبت وهيبقى فيه خروج او تجمع عائلي او ايا كان. تمام. انا عارفه ان في خروج جاي الفتره اللي جايه، فما ينفعش العقاب يبقى منعك من الخروج. يبقى انت هنا كده حطيتي عقاب غير مناسب مع الفتره الزمنيه او الوقت اللي احنا بنمر بيه. بيذاكر اونلاين او الحاجات اللي بيشوفها على اليوتيوب، فما ينفعش ان انا اسحب الموبايل. فالعقاب نمره واحد اشوف انا عايزه اوصل لايه. نمره اتنين الاحداث اللي احنا بنمر بيها ايه العقاب اللي هيكون مناسب عشان يتنفذ. لان العقاب اللي بيكون فيه تراخي، يعني عقاب اتاخر، عقاب ما تنفذش، ده بيخلي ان مفيش حدود في التعامل او بيخلي ان في تراخي في التعامل، فما يبقاش في مصداقيه للكلام اللي انت بتقوليه ان مش هينفع، مش موافقه، طب انتوا هيحصل كذا. لو رجعتي عن الكلام اللي انت بتقوليه فده بيبقى بيعمل خلل في التواصل ما بينك وما بين اولادك. فقبل بقى ما اعمل النقطه دي، قبل ما يحصل الخلل ده، نروح نعمل ايه؟ نفكر في حاجتين: انا عايزه اوصل لايه؟ هل الوقت اللي احنا بنمر بيه ده العقاب ده مناسب ولا لا؟ دي نقطه. النقطه الثانيه ان العقاب ما يكونش فيه مذله، ما يكونش فيه اهانه للشخص. يعني ايه بقى؟ انا بس عايزه افهمها. يعني احنا بقى داخلين على عيد وطبعا شغل البيت كتير على الام وكده، فاي حاجه ما تعجبهاش تقول لك ايه؟ هتنضفي معايا،
ومش هخليكي تسيبي اي حاجه، انت هتشتغلي زي الخدامه وهتمسحي وهتكنسي ومش عارفه ايه وبتاع. ثواني بس، هو ان احنا ننظف البيت بتاعنا من امتى بقى عقاب؟ هو احنا ليه بنصنف الحاجات في غير مكانها، وبالتالي بنيجي بعد كده نشتكي ان ولادنا ما بينظفوش مكانهم؟ ولو جيت اتكلمت مع اي حد تقول له اعمل كده، يقول لك ليه، هو انا خدام عندكم؟ لا، هو مش خدام، هو تنظيف المكان ده من الشخص ان هو نظيف، ان المكان يكون نظيف، مش فكره خدام ومش خدام. فاحنا اللي بندي للحاجات معنى. انا اللي بدي ان فكره انها تنظف معايا البيت ان ده عقاب، وان ده اصدار حكم عليها، وان دي من حاجات عشان اضايقها فانا هعاقبك بكذا عشان اتصرفتي بالتصرف ده فانت هتنظفي معايا البيت. لا، هو تنظيف البيت مش عقاب، تنظيف البيت ده تعاون ما بين افراد البيت، وده لازم يبقى موجود. ده بنربي عليه الاولاد ان فلان انت عليك كذا وفلان انت عليك كذا، واحنا كلنا بنشارك مع بعض عشان البيت بتاعنا يكون نظيف. ادخل وضب سريرك، ادخل وضب ارضيه الاوضه بتاعتك، ساعدني يلم الغسيل، ساعديني اغسلي المواعين، ساعديني انشري، ساعديني. دي مساعده، ده تعاون، ده مش عقاب. فمش لازم بقى عشان احنا داخلين على العيد فانت هتشتغلي خدامه وهتعملي معايا كل حاجه، فبالتالي هنا انا اديت مفهوم غلط. فناخد بالنا واحنا وبنعاقب ما نديش مفاهيم فيها اهانه وفيها ذل وفيها ربط للمعاني بشكل خاطئ. فيبقى بحاول ان اعرف انا عايز اعاقب ليه، الوقت اللي احنا بنمر بيه اختار عقاب مناسب، في نفس الوقت ما يكونش فيه لا مذله ولا اهانه ولا بخلط في المعاني ما بينها وما بين بعض. من اهم النقط اللي لما اجي اعاقب اولادي اخد بالي منها ان ما خليهوش يخاف. كون ان ابنك يعني الامان، مصدر الامان في الحياه هي الام، تمام؟ فكون ان هو يبقى خايف منك هنا في خلل رهيب. كون ان هو يبقى طفل صغير بيخبي الحاجه من مامته عشان خايف ان هي تشوفه او خايف ان هي تعاقبه، فده هنا في خلل في التعامل. كون ان انا بكذب عشان خايف ان امي تعاقبني فده خلل في التواصل ما بينكم وما بين بعض. وخصوصا ان الطفل ده اللي هو خايف منك وبيعمل لك الف حساب، ولما يشوفك يعمل مش عارفه ايه، ولا كل الحاجات اللي بنطمح ليها دي، ده كله مش هيفيدك في حاجه في وقت المراهقه. انت محتاج ابنك يبقى بيتكلم معاك. اولا لو طفل تعرض لاي ايذاء جسدي، اتعرض لاي موقف محتاج فيه مساعده، فلازم يبقى فيه تواصل وفيه امان ما بينك وما بينه عشان يلجأ لك. ما ينفعش يبقى خايف منك. وهو في فتره المراهقه انت محتاج تتصاحب معاه مصاحبه، يعني احنا بنتكلم مع بعض وبيجي يسالك في الحاجات اللي هو محتار فيها، وبتفضلوا ان انتوا تختاروا قرارات لحد ما توصلوا لنقطه معينه. فبالتالي الخوف ده هيخليه ان هو كأنك انت قاعد بتبني حيطة ما بينك وما بين ابنك. فلما اجي اختار العقاب عشان اعاقب ابني فلازم ما يبقاش خايف مني. لا، ده المحادثات بتبقى جميلة جدا. يعني ده احنا بنقعد نعلي، اللي هو فكرت اشيل منه الموبايل وما يخرجش ما ينزلش بلاي ستيشن ما يلعبش مع اصحابه كمان، اللي كان ليه مش عارفه ايه مش هديها له، وكان ليه كذا مش هعملها له. ايوه ده كده كفايه ولا لا نزود ايه؟ هو نزود؟ احنا مش محتاجين ولا حاجه من الحاجات دي. هنفترض مثلا زي ما قلنا على صوته، احنا بنوقف الكلام لان انا كشخص ما اسمحش. فكره بقى انا كشخص، انت كأم بني ادم لازم يبقى اولادك فاهمين تعبير وشك، عارفين لما تبقي متضايقه بتبقى شكلك عامل ازاي، لما تبقي مبسوطه بتبقي ازاي، لما تبقي راضيه بيبقى ازاي، لما تبقي متقريفه من حاجه بتبقى شكلك عامل ازاي. طبيعيه، خليهم يشوفوا ملامح وشك. لغه الجسد عندك لازم تكون واضحه، لازم يبقوا فاهمينك وفي تواصل ما بينكم وما بين بعض. ليه؟ عشان ده هيسهل التعامل ما بينكم. لكن انا هفضل اقول ان انا هربي ولادي وبالحنيه وبالطبطبه وما بضربش وما بعملش وبس قاعده بصرخ في البيت. طب ما هو الصريخ ده من ضمن الحاجات المؤذيه للشخصيه وبتدمر الشخصيه. الصريخ الصوت العالي ده، انك هتشتغلي خدامه معايا في البيت، ما هو ده تدمير للشخصيه. ان اهينه وازعق فيه وسط اصحابه، ما ده اهانه للشخصيه. ان انا اغلط فيه ان هو مش عارف يذاكر او مش منظم، يا فاشل يا مش قادر، ما هو ده اهانه للشخصيه. الاهانه مش شرط تبقى فيها ضرب بس، الاهانه متنوعه. فانا عايز اوصل لايه؟ نرجع تاني نفس النقطه، انا عايز اوصل لايه؟ الفتره اللي احنا بنمر بيها العقاب ما يكونش فيه مذله، وفي نفس الوقت ما يبقاش بيخاف مني بعد العقاب ده، ما يبقاش خايف مني، ما يبقاش في عيال هم بيذاكروا بيبقى ايه اللي هو عندهم كده لو في قلم هيجي لي من فين مش عارف، بس هو في قلم جاي. فالخوف منك ده
ده ما ينفعش يبقى موجود في العقاب، ما يبقاش بيخاف منك بعدها. وفي نفس الوقت العقاب يكون مناسب للتصرف اللي هو عمله. لو كوبايه اتكسرت فالعقاب المناسب ان هو يلم الازاز اللي اتكب، مش ان انا اضربه. وده الحدث الشهير اللي احنا بنشوفه، العيل يتوه في السوق فاول ما تلاقيه طخ بالقلم يقول لك اصلها كانت خايفه عليه. في ايه؟ لا انا مش فاهماه، بس ما فيش مشكله. طيب العقاب ما يكونش في الحاجات اللي بتفيد الشخص، يعني ما عاقبش من تمرين، ما عاقبش من رياضه، حاجه بينزل يلعبها، بيلعب كره قدم، بيلعب سباحه، بيلعب اي رياضه، ما يكونش العقاب. والعقاب ما يكونش من الجلسه بتاعتي برضو، مش من ضمن الحاجات. انت بتحبي تروحي عند طب انت متعاقبه من الجلسه ليه؟ طالما الحاجه اللي بتحصل فيها فايده لابني ما عاقبش منها. تمام. تاني، العقاب عشان نقلل سلوك سلبي ونضيف سلوك ايجابي، عشان اقلل سلوك سلبي واضيف سلوك ايجابي. فهل العقاب من تمرين انا كده بلغي السلوك الايجابي؟ التمرين ده حاجه جسديه وصحه وببعده من حاجات كتير، ببعده من سجاير، ببعده من صحبه سوء، ببعده من فراغ في الوقت، ببعده من حاجات كتير قوي. فما جيش اعاقب في التمرين. طب ما هيقعد في البيت خلاص بقى، انا حسيت بالراحه ومحدش حاسس بيا والكلام ده والصعبانيات والدراما اللي بيبقوا قاعدين فيها دي، فانا فقدت ميزه كانت موجوده عندي، انا فقدتها. فالعقاب يكون ما يكونش في الحاجات اللي مفيده لي. طالما حاجه بتساعد ابني ان هو يكون احسن فدي ما بندخلهاش من ضمن العقاب. طيب الاطفال الصغيرين لما بيبقوا بيستفزونا، زي مثلا مش هلبس، الجو برد ومش هيلبس الجاكيت، رايحين مناسبه معينه وما رضيش يلبس الحاجه الفلانيه، بنحاول معاهم بقدر الامكان. ما رضيوش خلاص بنسيبهم يجربوا الحاجه بتاعتهم، الفكره بتاعتهم. الجو برد وهم عايزين يطلعوا ومش عايزين يلبسوا الجاكيت، طيب خلاص ماشي، احنا هناخد معانا الجاكيت احتياطي او هنحط الجاكيت في الشنطه، ولو بردت هتلبسه. هيطلع هيلاقي الجو برد هيلبس الجاكيت، خلصت القصه. تمام. بدل ما ندي كف يمين على كف شمال ونفضل طول الخروجه متقدرين وقاعدين بنعيط ونرازي في بعض، وهي الفكره كلها في الاخر كان لبس الجاكيت مش اكتر من كده، او كان اتفاق بسيط ما بيننا وما بين اولادنا. من الحاجات اللي ممكن تساعدك في ان في الوقت بقى اللي هو انت خلاص متعصبه وعايزه تصدري عقاب لابنك، هو انك ممكن تكتبي قائمه بالحاجات اللي ممكن تتعمل. يعني احنا مثلا داخلين على عيد والكلام ده كله، اعملي يا ستي ورق فيه مهام موجوده في البيت. اللي هيطلع له مثلا، هنفترض حد سالته في حاجه هو مذاكرها والحاجه دي غلط فيها، لما هيغلط في السؤال ده هيسحب ورقه من الصندوق، فنسحب الورق دي فنلاقي مثلا عليها كان ان هو يكنس الصاله. فيبقى احنا كده نظمنا الامور بشكل جميل، ما كانش فيها إزاء. لو انت يعني عايزه كده تبقي مرضيه، طيب ده كده يبقى احنا في نقط معينه لو وصلنا لها، مثلا ضايق اخواته اتخانقوا مع بعض، خناقه الثانيه الثالثه، اول ما يتخانقوا الخناقه الثالثه تمام، يبقى احنا بنشيل الحاجات الموجوده وهنبدا ان احنا نقعد بقى نتناقش مع بعض ايه سبب الخلاف، ايه بتاع، طب العقاب المناسب ليكم، طب اوكي انتوا مش لاقيين عقاب مناسب، يبقى نسحب ورقه من الصندوق اللي احنا حاطين فيه العقاب بتاعنا وهنشوف ايه الحاجه اللي هتطلع. تمام. فبالتالي كده نوع من انواع، دول اطفال صغيرين لسه احنا بنحاول ان نصلح من سلوكياتهم، فبالتالي العقاب يكون مناسب للفعل ويكون مناسب للسن اللي هم بيمروا بيه. من اهم النقط بقى اللي ناخد بالنا منها، لو انا مثلا بعلم اولادي على حاجه معينه وبعد كده لقيت في وقت معين، او انا كبني ادم حصل لي نوع من الهزه او يئست، عندي فتور، عندي زهق، مش قادره نستمر في الحاجه اللي انا بعملها دي، فهي الاولاد هتتفلت منك. يعني هتلاقي ان الحاجه اللي انت قعدتي الفتره اللي فاتت دي تعبانه فيها وابتدوا يوصلوا، رحت انت طاقتك خلصت فهم راحوا فلتوا منك. دي بقى الحاجات دي ما بنعاقبش عليها. ليه؟ لان انا محتاجه اعرف هو الفلته دي جت من فين. الفلته دي جت عشان انت حصل لك الفتور دي. الفتور ده بيحصل ليه؟ عشان انت ما بتديش نفسك حقوقها. حقوقنا في ان يبقى لينا وقت، وحقك في انك تبقي تعملي حاجه بتاعتك انت، وحقك انك تستمتعي بوقت ليكي، ان شاء الله حتى هتقعدي تلوني، ما دي حاجه طالما هتبسطك يبقى خلاص. تمام. فده كان نقط بسيطه عن العقاب. لو انت حاسه ان الوقت مزنوق معاكي ومتقدرش ان انت تاخدي وقت تفكري فيه، حاولي تكتبي العقاب اللي ممكن تقوليه لاولادك، وحاولي بقدر الامكان
تكون حاجات كل ما كان فيها كلام اكتر، كل ما كنا بنتكلم اكتر، كل ما كان في تصليح للسلوك بشكل اعلى كبير قوي. وكل ما كنتي قدوة في السلوكيات الإيجابية حتى ولو لم يلتزم بيها في الفترة الموجود فيها حاليا، فهتفضل راسخة في دماغه، هيعملها هو بعد كده. تمام. كل عام وانتم بخير. وان شاء الله كده نتقابل فيديو قريب بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.